ده روج ليب جلاس من ديور منزلينه. الحقيقة انا بحب الروجات بتاعت ديور للزفاف. ده ليب جلاس بس مش لامع قوي، يعني سيمي لمعة كده. سيمي جلاسي. ده ظريف جدا والوانه حلوة وبيبقى سبيشال شوية للزفاف وكده، بيبقى حلو جدا. ده لوريال عامل روج ظريف قوي الحقيقة، معقد في تركيباته بس حلو. فيهم متكون من جزء اتنين. ده جزئين. اول جزء اللي هو المرطب، ده بنحطه قبل الروج، بيرطب لنا الشفايف. بعد ما بنحطه، هو انتوا زي ما انتوا شايفين مفهوش لون، اوكي. بعد ما بنحطه على طول بنحط الروج فوقيه. الروج بيبقى بقى اللون اللي احنا نختاره. ده ثابت جدا، من اثبت الروجات اللي ممكن تقابلوها. كله لو رايحين على غدا او كده حطوا لوريال عشان تاكلوا براحتكم، مفيش مشاكل منه. وسهل كمان في شنطتنا يعني، لانه صغير ومحكم جدا، يعني لا يمكن تتفتح في الشنطه، لان احنا عشان نفتحه بنعمل مجهود يعني فهيتحط في الشنطه امان جدا. اوكي، نيجي بقى للروجات ده سشيدو. حلو ولطيف، الوانه الالوان اللي هي البودي روز، البيج، بس في سنه بينك. يعني السنه دي ما تحطوش روج يبقى بيج بس، لا لازم يبقى فيه سنه بينك، عشان اللوك السنه دي ان المظهر الوش يبقى صحي، يبقى اكننا صحتنا كويسه، بناكل حلو، بننام كويس، ما بنشربش منبهات. يعني اهم حاجه ان الشكل العام يبقى بتاع وشنا، ان احنا وشنا شكله صحي. ده بالنسبه للروجات. في روجات بقى اللي انا بحبها انا عن نفسي كميك اب ارتست، يعني الروجات الباليتات. بتبقى دي الباليتا دي من ميك اب فوريفر، حلوه جدا. فيها 5 الوان، وفيها كمان مرايه. ثانيه الناحيه الثانيه، اوكي، عشان ممكن نحطه واحنا ونبص على اللي احنا بنحطه في المرايه. انا بالنسبه لي ال5 الوان بيبقوا احسن طبعا من لما اخلط، ابقى ماسكه مثلا 2 روج او 3 روج واقعد اخلط منهم. هنا طبعا بيبقى اسهل. فرشه الروج تبقى ظريفه جدا اهي. باخد من هنا زي مثلا انا عايزه احمر، بس مش الاحمر ده ولا ده، درجه ما بينهم، بخلط، باخد من ده ومن ده، وابتدي اوزع ده على الشفايف. ده بيبقى حلو جدا. ده بالنسبه للروج. يعني انا كبروفيشنال وايز بستخدم الباليتة الروج اللي هي بتاعت ميك اب فوريفر، وفي من كذا براند تاني برضه نازلين، بس انا بموت في ميك اب فوريفر. نيجي للحواجب. الحواجب أزمة كبيرة جدا جدا جدا. أي واحدة تشوف كليب أو مسلسل أو معرفش ايه تقول بس أنا عايزة حواجبي تشيب ده، وهي حواجبها ما تبقاش الشكل ده بيليق عليها، ولا هتعرف تعملها الشكل ده غير لما ترسمها بقى، وترسمها بقلم ويبقى بيلمع ويبقى لونه احمر، وحاجات غريبة ومشاكل كتيرة جدا. والناس بالنسبة للحواجب مش بيتصلوا ويسألوا، بيتصلوا ويشتكوا يعني. اللي هو عندي لما بحط قلم في حواجبي بتقع، اول حاجة. تاني حاجة ما بيبقاش شكلها طبيعي، بتكبر في السن جدا وبتخلي الشكل ارتفيشال جدا. وحتى لو حتى احلى ميك اب في الدنيا والحواجب مش متظبطه او شكلها مش مظبوط، بتبقى مشكله كبيره قوي. عندنا حللنا المشكله يعني. بادي شوب بحب منتجاته قوي. بادي شوب اغلب منتجاته طبيعيه، يعني اهو بيبقى نوع اللونين للحواجب، وهتلاقوه مط جدا، ما فيهوش لمعه، ما بيهركش يعني. عندنا بني فاتح وجراي كده، رمادي على بني. اللون ده حلو قوي وده حلو قوي. والفرشه بتاعتهم اهي، في فرشه رفيعه ديت، وفي فرشه تخينه شويه وناشفه حبه عشان تدخل ما بين الشعر. ده حلو جدا، علبته ظريفه، بتتحط معانا. عايزه اقول لكم بتقع مني في اليوم مرتين بس ماسكه نفسها يعني. ده حلو قوي. ونصيحه كمان للي حواجبهم عايزين فيها فراغات هم اللي يحطوه، بلاش. في بنات بيبتدوا يرسموا حواجبهم من الاول هنا المربع ده وبعدين يكملوه.
بتبقى شكلها بايخ قوي 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 قوي. مش معنى ان انت شفتي مغنيه او في فيديو كليب واحده عامله كده في التصوير حاجه تانية، لكن ما تنزليش الشارع وانت عامله حواجبك تاتو. يعني مش تاتو، حتى التاتو بيبقى شكله اظرف لان اللي بيعملهولك مختص. ما ينفعش تنزلي وانت راسمه حواجبك يعني ده زي ده بالظبط وتمانية جامدة. لا لا، الاشكال دي منتقدة جدا وهتاخد منك مش هتضيفلك. ده بالنسبة للحواجب. بالنسبة الفاونديشن بقى، كريم الاساس اللي محير الناس كلها. عندنا كذا كريم اساس. مايبلين انا بموت فيه، الساتان لوك حلو قوي، سائل. سائل ده بنصح بيه كل بنت ما عندهاش مشاكل حقيقية، مشاكل جامدة في وشها، تستخدم حمام كريم الفاونديشن او كريم الاساس السائل ده بيبقى ظريف قوي قوي قوي، بيعمل كفرج او تغطية مناسبة جدا، بيوحد لون البشرة، ما بيعملش طبقات، بيبقى شكله طبيعي جدا، بيبقى شكله حلو قوي الحقيقة. ده بالنسبة اي كريم اساسي يا جماعة بنحط بعديه باودر. مش معنى ان احنا حطينا كريم اساس ما نحطش باودر، لا هيبقى وشنا دهني وهتبقى مشكلة جامدة. عندي باودر بقى اللي بحبها دايما، ودايما هتلاقوا الميك اب ارتست او الناس المتخصصين بيستخدموها، الباودر لوس باودر او البودرة على شكلها البدائي مش المضغوطة يعني. دي حلوة قوي. من ماك كمان عظيمة جدا، بموت في ماك. ماك من اكتر الماركات اللي ممكن اي بنت تقع في غرامها يعني. ده اهو. وبحب فرشة قوي 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 ان انا احط فيه بيها الفرشة مش السفنجة. الفرشة دي موجودة من مايبلين. الفرشة دي بحط بيها الباودر. ليه؟ بتحطي بالظبط الحاجات المعقولة، يعني هنا لو كده باينة بتحطي الحاجات المعقولة، ولو في زيادات بتشيلها، فدي حلو قوي. باخد من العلبة كده بالظبط وابتدي اوزع على الوش. دي حلوة جدا. بالنسبة للكريم الاساس والبودرة. في انواع كريم اساس كتير قوي لو ابتدينا نقولها هنحتاج 4 حلقات، بس هديكم هنت كده عن كذا نوع. في نوع كريم اساس اللي هو المص، بيبقى الخامة بتاعته لا هي سايلة ولا هي ناشفة ولا هي زي الستيك او الديرما او كده. ده حلو قوي، تسيحه حلو يعني، بيتوزع على الوش بطريقة سهلة قوي. الشكل النهائي بتاعه حلو برضو جدا يعني، ده ظريف. ده بقى ديرما، او هنتكلم ديرما دي حاجة مستقلة بنفسها جدا، حاجة جميلة قوي. ده كونسيلر، انا بستخدمه كونسيلر تحت العين. كونسيلر يعني الكريم الاساس اللي بيتحط تحت العين عشان يداري لو في اي مشاكل، في زرقان، في هالات سودا، في بلا 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 مشاكل بقى تحت العين هنتكلم عنها كتير. ده بيتحط تحت العين وعلى الفاونديشن على بقية الوش، بيتحط عليه باودر زي الفاونديشن. ده بيبقى ظريف جدا. ده كده نبذة مختصرة عن الكريم الأساس اللي ممكن تقابلوه والباودر اللي ممكن تقابلوها. ونصيحة لأي بنت رايحة تشتري باودر أو كريم أساس، تجربوا على خدها هنا مش على ايدها. كلنا ايدينا غير وشنا، زي مثلا ماشية في الشارع ايديكي بتتعرض للشمس غير وشك، ايديكي ليها قابلية مثلا للاسمرار عن وشك، او العكس وشك بيسمر عن ايديكي، فكل حاجة ليها طريقتها، فايدينا غير وشنا خالص. ده بالنسبة لكريم الاساس. ايه تاني انا بفتكر طبعا وانا شغالة الاسئلة وبحاول اجاوب على قد ما اقدر. ما تستهونوش بالميك اب ريموفر بتقولوا مية والصابون بقى والدنيا هتخلص، لا خالص. الميك اب ريموفر مهم جدا جدا جدا. انا بحب مايبلين، ظريف وهادي، ولو دخل جوه العين مفيش مشاكل، لانه اي ميك اب ريموفر او مخصوص للعينين وللبشره، فمفيش اي مشاكل منه، محدش اشتكى منه، عمره ما عمل حساسيه لحد، فده ظريف قوي. طريقه استخدامه بنحطه على قطنه، اوكي، نحط على القطنه وبعدين نمشيه على وشنا ونرجع تاني برضو والقطنة فيها مزيل المكياج، نرجع بيه تاني ونمسح، وبعدين قطنة ما فيهاش اي حاجة، بعد كده نغسل وشنا.
يعني ما تغسلوش وشكم الاول، حتى لو بغسول بغسول كويس او مناسب ليكم، لا حطوا شيلوا الاول المكياج، بعدين شيلوا بقى اللي فاضل او اللي ما تشالش بالميك اب ريموفر او مزيل المكياج بالغسول. ده عشان نعمل ميك اب حلو ويبقى شكله كده ما خدش منا ضفلنا، حتى يعني اذا ما كانش كتير او ما كانش الحاجه سواريه او كده، فهو مش هيوحشنا، اتليست هيخلينا زي ما احنا او احلى كمان. بس لازم برضو نشيله بطريقه صحيه، عشان لو شلناه بطريقه غلط بشرتنا هتضر، رموشنا هتتضر، هنكره المكياج عامه، هنقول ده بيقرفني عقبال ما بشيله، فهيبقى البديل ان احنا نقول لا ننزل من غير مكياج احسن. فبنحط الميك اب ونشيله بطريقه صح. وقبل ما بنحط الميك اب بنصح ان احنا نستخدم تونر. ده يعني ايه؟ تونر ده حاجه لطيفه جدا، يعني لو شايفين ان هو بيبقى سبراي كده، بيتحط على الوش كده، بنرشه قبل المكياج خالص عشان بشرتنا ما تمتصش المكياج، عشان تسيح الفاونديشن يبقى اسهل، عشان كل الحاجات دي. ومن السفنجات اللي بحبها قوي لتسيح الفاونديشن السفنجة المثلثة اللي هي دي، بصي طرية ظريفة جدا. بنحط الفاونديشن، انا عن نفسي بحط الفاونديشن هنا، بحط الفاونديشن هنا وابتدي اخد منه واحط على بشرتي، دي ظريفة جدا. وريتكم فرشة البودرة، وفي طبعا السفنجة الكلاسيكية للبودرة اللي هي بنستخدمها، بنحط ايدينا هنا وبعدين نبتدي نحط الباودر على كل الوش. انا اتمنى ان النهارده اكون مفيده ليكم، وحاولت اجاوب على يعني حبه كتار من الاسئله اللي جات لنا، وان شاء الله لو ليكم اي اسئله تانية ابعتوا لنا برضه. بعد ما شفنا ادوات الميك اب، اهم من الميك اب نفسه ومن الادوات ازاي نعرف نشيل المكياج بتاعنا بعد ما نبقى راجعين من سهره او راجعين من بره بعد ما حطينا مكياج. يلا نشوف بقى. هنحط الميك اب ريموفر على قطن وبنبتدي نمشيه على العين بطريقه بالراحة جدا، بنشيل الفاونديشن، ما بنضغطش على الجلد خالص، عشان لو ضغطنا على الجلد ده بيأثر تأثير سلبي مع الاستمرارية طبعا، لان لو مثلا حطينا 3 مرات ميك اب في الاسبوع، مش كل يوم مثلا، وكل مرة بنيجي نشيل الميك اب بنشيله بطريقة عنيفة، هيعمل لنا مشكلة كبيرة. بالنسبة مايبلين من الميك اب ريموفر كويس جدا، عشان ناعم على البشرة والسنسيتيف ايز او للعينين الحساسة، ده عشان نبقى متأكدين ان الرموش شاد منها بطريقة صحية، لان لو شلنا الماسكرا من الرموش بطريقة غلط الماسكرا بتتقطع. بعد ما بنخلص بنعيد تاني عشان نتأكد ان كل الفاونديشن اشتغل. Ta-da.